انا انسانه ترونكيل وظريفه وقلبي بيض ونيتي زوينه وحسنه. داكشي علاش انا متاكده بلي غادي نتزوج بواحد الشخص اللي حتى هو ظريف وولد الناس والله يعمرها دارو نيته زوينه وصافيه وحتى هو قلبه بيض. ونفس الحاجه حتى انا كنقول ما حد انسان ظريف وقلبي بيض وباغي غير الخير للناس وكنمشي جنب الحيط وترونكيل وما عزش عليه الصداع، راه انا متاكد بلي غادي نتزوج بنت الناس اللي حتى هي ظريفه والله يعمرها دار وقلبها بيض ونيتها صافيه. دونك هادشي هذا هو اللي كيخليني انه ما ندير حتى شي مجهود انه نقلب على واحد الشخص اللي نتفاهم معاه واللي يكونوا الافكار ديالي بحال الافكار ديالو واللي نلقاو واحد الفيلينغ رابطنا بجوج ونتاكد بلي بصح هو ولد الناس. انا ما نحتاج ندير حتى شي ايفور حيت ما حدي انا نيتي زوينه وقلبي بيض وانسان الله يعمرها دار. انا متاكد مليار في المية بلي هذاك اللي غادي نتزوج به راه حتى هو غادي يكون الله يعمرها دار، يعني بلا ما ندير حتى شي مجهود وبلا نبقى نقلب ونصدع راسي ونبقى نشوف التفاصيل ديال داك الشخص كيفاش يدير في عقليته وفي التفكير ديالو في علاقته مع الله وفي علاقته مع والديه وداكشي كامل. ما تدخلش في داكشي حيت انا عارف بلي انا هذاك الشخص اللي غنتزوج به راه غيكون ظريف حيت انا ظريف، ولا هذيك البنت اللي انا غنتزوج بها غادا تكون ظريفه حيت انا ظريف. واخا هاد الهضره هادي كنسمعوا بزاف ديال الناس كيقولوها، بزاف ديال الناس كيقولوها، وعندنا هاد الهضره هادي متفشيه في المجتمع ديالنا، وبزاف منكم نتوما اللي كتشوفوا هاد الفيديو هذا غتكون حتى نتوما كتفكروا بهاد الطريقه هادي وحتى نتوما غتكونوا بنسبه كبيره كتقولوا هاد الهضره هادي. علاش؟ شنو هو الدليل اللي كيخليكم تقولوا هاد الهضره هادي؟ هي الايه القرانيه اللي كل شيء كيقولها وتقريبا كلشي فاهمها بالغلط، اللي قالها الله سبحانه وتعالى، واللي هي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يعني هاد الايه هذه هي اللي كتخلي الانسان انه يفكر بهذه الطريقه هذه وانه يقول هاد الهضره هذه. علاش؟ حيت هنا كيقول الله سبحانه وتعالى انه الخبيثين غادي يتلاقاو مع الخبيثات والطيبين غادي يتلاقاو غير مع الطيبات، والعكس صحيح، الطيبون مع الطيبات والخبيثون مع الخبيثات. يعني هاد الايه هذه المعظم ديال الناس فاهمينها بهذه الطريقه ديال واحد الشخص اللي كان خايب راه غيتزوج بالطرف الثاني حتى هو غيلقى خايب، وانت اللي كنتي زوين وظريف راه غتلاقى مع واحد بنت الناس ولا ولد الناس حتى هو اللي غيكون ظريف والله يعمر هضر وغيكون طيب. يعني بنادم فاهم من هاد الايه هذه هاد المفهوم هذا، وهاد القضيه هذه راه غلطه الدراري وبنات عافاكم. راه القضيه وهاد الفكر هذا وهاد التفسير هذا راه تقريبا راه فيه خلاف كبير، حيت راه غلط من واحد الكوطي وغادي نقول لكم علاش. الايه هذه راه تنزلات على سيدتنا عائشه رضي الله عنها بسبب واحد الحادثه اللي كتسمى حادثه الافك، اللي ديجا عاودتها في واحد الريل في انستغرام. اللي بغى يعرف هاد الحادثه هذه يدخل انستغرام ويقلب على ديك الريل وغيسمعها. وهاد الايه هذه تنزلت على عائشه رضي الله عنها. علاش؟ باش انه الله سبحانه وتعالى كيوصل لنا من هاد الايه هذه انه الكلام الخبيث ياتي من الناس الخبيثون والكلام الطيب ياتي من الناس الطيبون. علاش؟ حيت ديك الحادثه اللي طرات لسيدتنا عائشه بزاف ديال الناس بداو كيهضروا، بزاف ديال الناس بداو كيقولوا شي هضاري وكيقولوا شي هضاري اللي ما منهم والو. داكشي علاش تنزلات هاد الايه هذه. يعني راه ما تنزلاتش على انه الشخص اللي كان ظريف راه مليار في المية غادي يتزوج بانسان ظريف، ولا الشخص خبيث راه مليار في المية غادي يتزوج بانسان خبيث. راه ما شفنا في المجتمع ديالنا الدراري وبنات ديال بنادم ترونكيل ظريف الله يعمرها دار وتزوج بشي وحده ما فيها حتى شي صفه زوينه، وكيف ما حنا كنقولوا بنت الحرام. يعني كتندموا على حياته، وداك الراجل مسكين كيبقى يقال حياته كامله واخا هو مسكين غا ترونكيل، عائلته ترونكيل، والديه مزيانين ظريفين، وهذيك المراه كتخرج ليه على عودو وعلى عود عائلته وكتمرضوا على النهار اللي فكر انه يتزوج بها. والعكس صحيح، شحال من بنت الناس كنشوفوها متقيه الله كتصلي ترونكيل الله يعمرها دار تزوجت بشي واحد مسخوط الوالدين، عاطيها البليه والزهو والنشاط وكيشرب وكيسكر وكيكمي وكيديرهم كاملين وكيخرج مع الدريات وكيخونها وكيخرج لها على حياته وعلى حياه ولادها وعلى حياه عائلتها. راه ما شفنا من هاد النماذج الدراري وبنات في المجتمع ديالنا. يعني هذا في حد ذاته برهان كبير اللي كيبين لك انه هاد الايه هذه ما كتنطبقش على هاد السيتوياسيون هذه ديال انه الا كنتي انت ظريف راه 100% غادي تزوج بانسان اخر ظريف. وهاد القضيه هذه راه ديجا كون كانت راه الله سبحانه وتعالى طبقها مع الانبياء شحال هذه ومع الناس اللي قبل منا شحال هذه. بحال كيف ما حنا كنعرفوا اسيا كانت واحد الانسان اللي كتقي الله، واحد الانسان اللي كتوحد، وبمن تزوجت بفرعون اللي كيقول لهم انا ربكم الاعلى، ومن اكبر الطواغيت اللي دازوا في التاريخ. يعني شوفوا شحال هو خبيث ديال بصح، واسيا الزوجه ديالو شحال هي طيبه ديال بصح، ومع ذلك كتزوجوا. يعني هذه في حد ذاتها كتبين لك باللي ماشي هذا هو المفهوم ديال هذه الايه هذه. وانا غنمشي معكم بعيد، لوط عليه السلام اللي هو نبي الله، يعني نبي، تخيل معايا نبي، ومرته ما كانتش كتساندو، ما كانتش كتوحد، وانما كانت ديما ضده، وكانت ديما كتأيد القوم ديال لوط على داكشي اللي كيديروه، وكتأيدهم رغم انهم ياتون الفاحشه مع الرجال وما كياتوهاش مع العيالات. راكم عارفين قوم لوط اللي
دابا ولينا كنشوفوه بزاف في المجتمعات ديالنا، دابا ولا كتنشر كثر ما كان شحال هادي. يعني مرته كانت كتأيد القوم، كانت كتقول لهم بلي الراجل ينعس مع الراجل مزيانه، يعني كانت كتأيد داكشي، كانت كتأيد داك الفعل الفاحش اللي كان كيدار ديك الساعه، رغم انه الزوج ديالها راه نبي، الزوج ديالها اللي واقف في وجه داك القوم وكيقول لهم بلي هادشي اللي كديروه راه غيديكم للتهلكه، هادشي اللي كديروه راه ما كيبغيش الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كانت ديما كتوقف ضد راجلها وكتوقف في الصف ديال القوم، رغم انه داك القوم كيديروا واحد الحاجه اللي غلط. يعني شوفوا هذا المثال هذا، يعني نبي طيب تزوج بواحد المراه اللي خبيثه، يعني في حد ذاته هذه القضيه هذه راه غادي تبين لكم مدى انه هذه الايه هذه راه ماشي هذا هو التفسير ديالها. اللي بغيت نقول لكم الدراري بنات من هذا الشيء كامل ومن هذه الهضره كامل اللي كنقول لكم في هذا الفيديو هذا، هو انه ملي تبغي تزوج بواحد الشخص حاول انك تعطي قيمه وتاخذ داك الشيء بجد، باللي تعرف داك الشخص كيفاش كيفكر، علاقته مع الله، علاقته مع والديه، علاقته مع نفسه، كيفاش كيشوف الانثى، كيفاش غيشوفني انا مثلا كبنت ملي غنتزوج به، كيفاش غيشوف ولادي ملي غيتزوج به. يعني غنحاول انه نتعرف عليه في هذا الكوتي هادو ونعرف كيفاش كيفكر. يعني ما تقوليش بلي لا صافي انا نتزوج بهذا الشخص هذا صافي خليه غادي يكون مزيان حيت انا غادي يكون مزيان، لا هذا غلط. وحتى انت ما تقولش بلي انا ظريف الله يعمرها دار ما كنتصاحبش، كاع اللي كيقول بلي انا ما كنتصاحبش غير على قبل حيت غنتلاقى مع وحده طيبه 100%، ما حدي انا ما كنتصاحبش وما كندير حتى حاجه خايبه مليار في المية، صافي انا 100% غنتزوج بوحده طيبه، راه غلط. واخا تكون ما كتصاحبش، واخا تكون ما كتشربش، واخا تكون ما كتكملش وانت انسان طيب، حاول انه بالعكس ديك البنت اللي غتزوج بها حاول انك بصح تاخذ على محمل الجد انك تعرف كيفاش كتفكر وكيفاش كتشوف الامور، وعلاقتها مع الله، علاقتها مع والديه، وعلاقتها مع نفسها، ومع علاقتها اللي غتكون مع اولادك اللي غتولدهم معاها، كيفاش غتربيهم. يعني الدراري البنات حاولوا انكم تاخذوا هذه بجديه وما تبقاوش تمشيو بداك الفكره ديال انه صافي انا نيتي صافيه والقلب الابيض صافي راه غادي نتزوج بواحد قلبه ابيض ونيته صافيه. هذا راه غلط كبير الدراري البنات، عافاكم. راه بزاف ديال الناس راه كتدمر لهم حياتهم في الزواج بسبب الفكر هذا. عافاكم. عرف داك الشخص اللي غتزوج به شكون هو، سولو مزيان، تعرف عليه مزيان، شوف تعمق ليه في الفكر ديالو كيفاش كيشوف الامور داك الشخص. يعني ماشي غتوصل الحقيقه المطلقه ديالو، انا عارف صعيب انك تعرف الانسان 100% كيفاش داير حتى تعيش معاه، ولكن كوميم مثلا كتعرف شنو كيبين لك ديك لا سيرفاس اللي كيبين لك، بعد راه كتعرفها، راه كتعرف داك الشخص، بعد كتاخذ عليه واحد النظره ديال واش انسان صالح اللي فيه عيوب اللي يقدروا يتصلحوا ماشي مشكل ورا الزواج، ولا واحد الشخص اللي ماشي صالح اللي كيدير الحوايج الخايبين اللي صعيب دوك العيوب اللي فيه انهم يتبدلوا ورا الزواج. يعني عطيو قيمه لهذا الشيء الدراري وبنات باش ما تضيعش راسك انت كانسان طيب، ما تمشيش بديك الفكره ديال انه غنتزوج بانسان طيب مليار في المية بلا ما نتعرف عليه، بلا ما نهضر معاه، بلا حتى شي حاجه. هادشي اللي كنتمنى ديروا بنات، وهذا هو الموضوع ديالنا في هذه الحلقه هذه. وما نساوش انكم تخليوا الاراء ديالكم في لي كومونتير، وما تنساش انك تبارطاجي هذا الفيديو حيث الدال على الخير كفاعله، حيث هذا الفيديو براسو، هذا الميساج براسو اللي تيقال هنايا راه في حد ذاته خير. اللي لا بارطاجيش مع شي واحد راه كتاخذ عليه الاجر، واي واحد بارطاجها من عندك راه غتاخذ اجر مضاعف. وهادشي اللي كاين. احبكم في الله والسلام عليكم.